السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبيب قلبي؟ من آخر فيديو وآخر وصفة كنا مع بعضينا، يا رب تكونوا جربتوها وتكون عجبتكم. بصوا بقى النهاردة ان شاء الله كده هنعمل مخلل البصل بأسهل طريقة تقطيع للبصل وتقشيره، يعني بطريقة سهلة وبسيطة. بصوا انا جبت البصل بتاعي كده وحطيت عليه ميه مغليه، تمام. بنقعه كده لمده ساعه علشان القشره تتقشر معايا بكل سهوله، ما تتعبنيش في التقشير، لان طبعا البصلايه صغيره جدا فبتتعبك في التقشير. فالحركه دي حلوه قوي، ان انت تجيبي البصل بتاعك من غير ما تكسريه ولا اي حاجه، بس تشيلي منه اي قش او اي حاجه، وتنقعيه بميه سخنه مغليه لمده ساعه، تنقعيه وتغطيه، وبعد كده تقلبيه كده وتروحي جايباه مقشراه بالطريقه اللي احنا شفناها. انا طبعا وفرت عليكم الوقت خالص وقشرته كله كده. قعدت كده مع نفسي وقشرت بقى كميه البصل اللي كانت معايا، وبعد ما قشرت رحت شطفته بميه، لان طبعا وقت راح التقشير وكده فشطفته. بصوا، هي اصلا البصل المخلل بيتعمل بالبصل الابيض، ما بيتعملش بالبصل الاحمر، بس هو اللي مغرق السوق الايام دي البصل الاحمر، فاحنا هنعمله مفيش مشكله، وهيبقى برضو طعمه حلو وجميل يعني زيه زي البصل الابيض، بس البصل الابيض بيستوي اسرع من البصل الاحمر، تمام. انا طبعا حطيت كده، جبت برطمان طبعا الازاز كنت غسلاه كويس، وحطيت فيه البصل اللي انا قشرته. وطبعا كان عندي هنا الميه انا غلياها، لازم الميه تكون مغليه، ما ينفعش من حنفيه عشان ما يبص معاكم المخلل. فغليت الميه، ولما غليت بسيبها تبرد خالص خالص خالص، ما تبقاش حتى دافيه، بارده خالص. بعد كده اجيب بقى الملح وخل، هو تخليله ملح وخل بس. فانا حطيت هنا زي 3 معالق كبار ملح، وحطيت 3 معالق خل كبار. بس انا لما دقته لقيت محتاج ملح شويه، فانا زودت كده زي معلقه هرميه كده كبيره. البصل اللي كان معايا دوت حوالي كان 2 كيلو، تمام. زودت كده الملح واسلقه برضو تاني، الاقيه مظبوط ملحه حلو، تمام. اروح بقى هنزله ان شاء الله كده على على البرطمان البصل اللي معايا. طبعا بقى انتوا عارفين بقى البصل القرمة دوت، واسمه بصل قرمة، يعني مغرق السوق الايام دي. وكمان اللفت نزل بقى برضو مغرق السوق، جميل جميل جميل. يعني اللفت كان عامل 4 كيلو ب10 جنيه بعروشه، من غير عروش لا بيبقى اغلى طبعا. احنا هنا برضو البصل قلنا بقى الشتاء بيحب بقى المخللات، طبعا خللنا قبل كده الخيار وطلع تحفة وجميل ومقرمش، واهو البصل. وان شاء الله انا هجيب برضو حبة لفت كده برضو اخللهم، ليه؟ لان الشتاء طبعا انتوا عارفين بيحب الحاجات بقى، يعني بيحب الاكل. مثلا تحمري بطاطس، قرنبيط، اي اكله تحطي جنبنا المخلل، مخلل البصل بقى، مخلل الخيار، مخلل لفت، ليمون. ان شاء الله برضو نجيب ليمون ونخلل. وطبعا المخللات دي طبعا تبقى حلوه كمان عشان خلاص رمضان كمان داخل علينا، كل سنه وانتم طيبين. اكون منزله لكم وصفات بدري شويه علشان تلحقوا تشوفوها وتعملوها، ويا رب تكون الوصفات تعجبكم. كده بقى بملى الميه كلها خلاص، الميه بملح وبخل. هنا شفت كده بصلايه مش مظبوطه، تحس كده يعني من جواها مش حلوه، فشلتها خلاص. زودت اكمل الميه، لازم تكملي الميه على الاخر عشان تكون البصل متغطس بالميه والملح والخل. انا جبت كده كيس سندوتشات نضيف، طبقته كده كرمشته ورحت حطيته على بحيث ان انا اضغط البصل في قلب الميه. وجبت كيس تاني علشان يحكم لي، ما يبقاش فيه هوا يخش لي في البرطمان ويبقى محكوم كده. بربط عليه كويس وبسيبه بقى. طب مدة هفتح عليه بعد قد ايه؟ هفتح عليه بعد 15 يوم، لان انا قلت لكم البصل الابيض بيستوي قبل البصل الاحمر. البصل الابيض يعني ممكن 10 ايام تفتح عليه.